السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 14 رمضان. حبينا نعمل شوية بسكوت وكحك كده قبل ايه ما نتزنق بقى ونخش في العشر الأواخر من شهر رمضان. هنسمي الله النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت جوز الهند. مقدار من بسكوت جوز الهند: معانا كوبايتين سمنة، نص كوباية زيت، معانا 6 بيضات، 6 بواكي فانيليا مع باكو بيكنج باودر، كوبايتين سكر بودرة، وكيلو الدقيق، ومقدار من جوز الهند. يبقى معانا تاني كوبايتين زيت، كوبايتين سمنة، معلش نص كوباية زيت. عايزة تحطي كوبايتين ونص سمنة ماشي، بس الزيت بيديله بيبقى خفيف كده، بتبقى البسكوتة هشة وحلوة وجميلة، وتبقى ماسكه نفسها في نفس الوقت. ما تبقاش يعني ما ت- يعني السمنه بتحسي بتدوبي الحاجه اكتر، بتخليه تبقى يعني من اقل حاجه بيتكسر، انما الزيت بيخلي البسكوتيه ماسكه نفسها. هنبتدي نخفق السمنه الاول لوحديها لما نخلي اللون بتاعها كريمي كده مبيض. يبقى حطينا كوبايتين ونص، كوبايتين سمنه ونص كوبايه زيت في بوله، وهنبتدي نضربهم بالمضرب الكهرباء. عندك هاند بلندر ماشي، انا عشان مش متواجد عندي فهنعمله بمضرب الكهرباء. بس اهم حاجه ان انت تضربيها وما تبقاش السمنه سايحه، وانت بتحطي المقدار بتاع البسكوت ما تبقاش السمنه سايحه. لو سايحه تدخليها التلاجة، وبعد كده تبتدي توزني تكتلي منها في الكوبايتين، يعني ما تحطهاش سايله وبعد كده تدخليها تجمد، لا، بتعبري منها في الكوبايتين كده وهي ماسكه نفسها. يبقى احنا حطينا كوبايتين السمنه، هنحط عليهم كوبايتين سكر بودره. عايزه تحطي 3 سكر، بتحبي الحاجه محليه اكتر تحطي 3 كوبايات سكر، انما انا بحبها وسط. بس هو كده طعمه حلو مش وحش، لان انت هتاكليه بشاي بلبن، هتاكليه بلبن بشاي بس، فعشان ما تبقاش نسبه السكر عاليه يعني. هنبتدي كده نضرب السكر مع السمنه تاني لحد ما ندمجهم الاتنين مع بعض. يبقى احنا في الاول هنشتغل الاول في السمنه والسكر ونركنهم. بصوا حبايبي كده اللون الكريمي بتاعنا الابيض ده، الست بيضات عليهم. عندك علب فانيليا، في علب كده بتتباع على بعضها، تحطي العلبه على بعضيها. ما عندكيش، انا حطيت، ما كانش متواجد عندي، جبت 6 بواكي فانيليا على كل بيضه باكو فانيليا. الفانيليا عامه مش وحشه يعني، كترها مش وحش، بالعكس بتخلي ريحه البسكوت حلوه. ونبتدي برضو نضربهم الاتنين مع بعض، عشان الفانيليا بتضيع ريحه الزفاره بتاعه البيض. كده احنا خلصنا البيض مع الفانيليا. هنبتدي بقى هنرجع لهم تاني، نرجع للسمنة والسكر تاني ونضرب ال4 مكونات اللي احنا حطيناهم دول مع بعض. يبقى احنا حطينا سمنة وسكر وبيض وفانيليا، ونسمي الله واحنا بنعمل كل حاجة، وندعي ان ربنا يبارك. وكيلو من كل حاجة تفرحي عيالك كده يعني، ما تقوليش ما فيش ان شاء الله ربنا يبارك. كيلو من كل حاجة، كيلو كيلو، مش لازم نعمل بكمية يعني. وهتشوفوه معانا دلوقتي الكيلو عمل معانا كمية قد ايه. كده احنا خلصنا. هنبتدي بقى نضيف المكونات الجافة بتاعتنا. بص كيلو الدقيق دوت، ده للحلويات، مخصوص للحلويات، مكتوب عليه يعني. نسمي الله ونبتدي نعمل. لو هتجيبي دقيق فرد يبقى تنخليه الاول. الكياس الدقيق دي بتبقى مجهزه على طول يعني، ما بتبقاش فيها حاجه، لان انا مجرباها قبل كده. انا ما حطيناش كيلو الدقيق كله، على حسب ما نشوف العجينه اللي احنا عاملينها هتاخد كيلو الدقيق ولا لا. هو المقدار ده بكيلو دقيق، بس ممكن ما المقدار اللي انت عاملاه ما يكفيه، ما ياخدش الكيلو الدقيق كله. يبقى احنا حطينا 3/4 كيس الدقيق، وحطينا عليه مقدار من جوز الهند، وحطينا بيكنج الباكو البودر كله. وهنبتدي ندمجهم كده بايدينا،
واشتغلي بايدك عشان تعرفي تحسي بالعجينه، ما ينفعش معلقه ولا اي حاجه تانية، لازم تعمليها بايدك كده عشان تعرفي قوام العجينه في ايديكي. وتلمي كده بالراحه واحده واحده عشان البيكنج باودر ما يطيرش منك. ما ينفعش دوت ينضرب بالمضرب، لازما بايديكي زي ما قلت لك، ما ينفعش ينضرب بالمضرب ولا بالهاند بلندر. بصوا العجينه لسه بتلزق في ايدينا. هنبتدي نضيف في الدقيق واحده واحده. بصوا لسه برضو كده انا حطيت كيلو دقيق كله، يبقى كيسه الدقيق ديت ده كيلو كامل انا حطيته كله. برضو زي ما قلت لكم على حسب الدقيق اللي انتوا هتجيبوه وعلى حسب السمنه اللي انتوا هتحطوها، لان انتي بتحطي مقدار جوز الهند معاكي وبتحطي البيكنج باودر، كل ده برضو ايه يعني ممكن السائل اللي انتي عاملاه ما ياخدش الدقيق كله. بصوا كده بقى هو بيعجن نفسه بنفسه، يعني ما بيتحطلوش لبن ولا بيتحطله ميه ولا حاجه عشان ما تبوظيش العجينه وتنشفي البسكوته معاكي. ده مش كحك، ده بسكوت. بصوا بقى العجينه كده جميله ازاي وما بتلزقش في ايدك، تعرفي ان العجينه بقت حلوه ونجحت معاكي لما تعمليها ما تلزقش في ايديك، عشان كده بقولك لازم تعجني بايديكي. فرشت ورقتين زبده في السجان اللي عندي وهنسمي الله وهنبتدي نشتغل بالمكنه بتاعتنا. بصوا بقى البسكوتيه ماسكه نفسها وحلوه ازاي، ده اسمه بسكوت جوز الهند. هنقول المقادير تاني: كيلو دقيق على كوبايتين سمنة، نص كوباية زيت، كوبايتين سكر بودرة، 6 بيضات، 6 بواقي فانيليا، 1 بيكنج باودر، مقدار من جوز الهند. ده ما بيتحطلوش ملح ولا بيتحطله حاجة. ونقشة البسكوت ده حسب ما انت عايزاها بقى، وتبقى البسكوتاية وسط كده عشان تعرفي تتحكمي فيها. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك كومنت حلو وشير وفعلوا زر الجرس علشان ينزل لكم كل جديد. وبقول شكرا 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 للناس اللي بتخش لي وبتعلق لي تعليقات حلوه، على فكره التعليقات دي بتديني طاقه وبتديني طاقه ايجابيه عشان اكمل معاكم واعمل لكم كل يوم حاجه جديده. على فكره كيلو الدقيق اخد معايا 4 سجان، بس انا ما كانش عندي الا ال3 فمليتهم، وبعد كده هندخلهم الفرن نسويهم ونرجع نعمل واحد تاني. بسم الله ما شاء الله. بصوا كميه حلوه مش وحشه، يعني كميه حلوه بس هي الكاميرا اللي مش بايناها. بصي البسكوته حلوه وماسكه نفسها ازاي. بتخلصي بقى بتجيبي علبه تلاجة كده وكيسه وبترصي فيها واحده واحده وتقفلي على البسكوته عشان ما تطراش. لو بيتيه بره او قعدتيه بره اكتر من ساعتين البسكوت بتاعك بيبوظ وبيطرى وما ينفعش يتعالج حتى بعد كده. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واعملوا لنا